السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. اليوم غادي نحضروا حلوى جافة اقتصادية تجي هشيشة وتذوب في الفم فقط بثلث كوب نتاع الزيت، يعني 80 مليلتر. حضرنا جميع هذه الكمية، والحلوى نتاع اليوم بنكهة الليمون. وهذا الكاطو يصلح كثيرا للطلبيات ولا أي مشروع للأخوات اللي يديروا طلبيات. وما تنسوش أخواتي إذا عجبتكم الوصفة ديروا لي جيم وخلوا لي تعليق تحت الفيديو. والآن سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو 2 بيض، نحتاج إلى السكر 3 كوب ولا 80 غرام سكر عادي. غادي نحتاج إلى الزيت 80 مليلتر أو 3 كوب. نحتاج الى سكر فانيلا كيس واحد او ملعقه صغيره او 10 غرامات. وهنايا خميره الحلوى ملعقه صغيره او كيس واحد. نحتاج ايضا الى قشور الليمون، هنا عندي ملعقه كبيره تاع نشا او مايزينا. وهنايا الفارينه او الدقيق الابيض راه مغلبن. نحتاج ايضا الى قرصه نتاع الملح. هي ملون وعطر في نفس الوقت نتاع الليمون، هذا اختياري. الا استعملتو بزاف تاع قشور الليمون تقدروا ما تستعملوش. هنا في الإناء نوضعوا البيض، نزيدوا عليه قرصه نتاع الملح، سكر فانيلا والسكر. غادي نخلطوا مليح هاد المكونات حتى نشوفوا السكر داب وتحصلنا على خليط يكون كريمي. دائما الحلويات باش تجيكم هشيشه وتذوب في الفم لازم هذاك السكر يذوب وتتحصلوا على خليط كريمي. يعني هذه العمليه انايا نقوم بها في اي وصفه فيها السكر والبيض. والان غادي نضيفوا الزيت كما لاحظتوا ونخلطوا جيدا. وفي هذه المرحله تقدروا تكملوا فقط بواسطه ان فوي ولا ملعقه. الان غادي نزيدوا بقيه المكونات. الان غادي نكملوا فقط بواسطه فوي ولا ملعقه تاع خشب. غادي نضيفوا هنايا قشور الليمون، نضيف ايضا شويه نتاع فرينه، نزيدو فوقها خميره الحلوى والمايزينا، نخلطوهم شويه. وهنا غادي نضيفو شويه عطر تاع الليمون وفي نفس الوقت ملون. كما قلت لكم هذا اختياري، لو ضعتوا كميه كبيره تاع قشور الليمون تقدروا الاستغناء عليه. الان غادي نضيفوا الفارينه ونجمعوا العجينه. الفارينه ما وزنتهاش، قعدت نضيفها في المكونات حتى تحصلت على عجينه تكون طريه. هذا هو القوام تاع العجينه، ما لازمش تكون متماسكه، يعني لازم تكون هكاك طريه كما راكم تلاحظوا. حتى لو كانت تلاصق شويه معليش، لانه لو كانت تكون متماسكه يعني صلبه غادي من بعد نرمدوها في السكر الناعم. مين تجو ترمدوها في السكر الناعم، هذا السكر الناعم ما غاديش يلصق فيها مليح، تقعد فيها طبقه رقيقه تاع سكر ناعم. يعني لازم تكون طريه باش من بعد كنرمدوها في السكر الناعم تكون فيها طبقه مليحه، يعني يلصق فيها مليح. الان غادي نكوروهم كامل. والحجم تاع الكاطو اختياري على حسب الذوق نتاعكم. بالتقريب تقدروا تستعملوا هنايا 30 غرام ولا 35 ولا 40. يعني الا بغيتوها صغيره 30 ولا 25، الا بغيتوها متوسطه 35 غرام، ولا بغيتوها تكون كبيره ديروا 40 غرام. غادي نكوروا جميع العجينه اولا ومن بعد نرمدوها في السكر الناعم. هنا بعد ما كورناهم كامل جاتني بالتقريب 19 قطعه وزن 30 غرام. هنايا عندي السكر الناعم، غادي هنايا نرمدوها مليح في السكر الناعم هكا ونوضعوها في البلاطو. وماذا بكم وضعوا ورق الطهي، لانه اثناء الطهي السكر هذاك غادي يذوب، ولو كان ما ديروش الورق الطهي غادي يلصق لكم في البلاطو. لازم ورق الطهي. غادي نكملوا جميع القطع بنفس الطريقه. وماذا بكم السكر الناعم لازم يكون مطحون مليح، يعني يكون رطب باش يلصق لكم مليح فوق القطع. بعد ما نكملوا التشكيل غادي تخلوهم يرتاحوا على درجه حراره الغرفه لمده 30 دقيقه عاد باش تطيبوهم. من بعد نطيبوهم في فرن ساخن على درجه الحراره العاديه 180 درجه مئويه. والبلاطو انا حطيته في اعلى الفرن باش يتشقوا لكم مليح. ومده الطهي كانت بالتقريب 15 دقيقه، يعني ما غاديش يطول بزاف باش يطيب لكم. شوفوا هنا كيفاش يجي هشيش يذوب في الفم وعنده هذاك المذاق رائع نتاع الليمون. وصلنا الى نهايه الوصفه نتاع اليوم، وان شاء الله تكون عجبتكم. نقول لكم مع السلامه والى فيديو جديد ان شاء الله.